يا مساء الخير على كل مستمعين قناة نيكست ويف. معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن تأثير السوشيال ميديا على حياتنا. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. طبعا محدش يقدر ينكر ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت ليها تأثير على حياتنا، سواء كأشخاص بالغين أو حتى على الأطفال، وبقت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لكن لازم ناخد بالنا إن السوشيال ميديا عاملة زي السلاح ذو حدين، يعني زي ما ليها إيجابيات هي كمان ليها سلبيات. يلا بينا دلوقتي نتعرف على إيجابيات السوشيال ميديا. أولا، هي ممكن تبقى وسيلة لتوسيع دايرة علاقاتنا الاجتماعية واكتساب أصدقاء جداد. كمان هي وسيلة لاكتساب مهارات جديدة أو إنك تتعلم مجال جديد، وفرصة إنك تشارك غيرك بأعمال فنية عملتها أو مشروع جديد ممكن تفيد بيه غيرك. كمان السوشيال ميديا سهلت علينا طريقة التواصل بيننا وبين أهالينا أو أصدقائنا اللي موجودين في أماكن بعيدة. والسوشيال ميديا كمان خلتك وانت قاعد في مكانك عارف أخبار العالم كله حواليك. كمان السوشيال ميديا بقت وسيلة بتساعدنا على الترويج لمنتجات أو خدمات بنقدمها. لكن زي ما قلنا الإيجابيات للسوشيال ميديا، لازم كمان نعرف تأثيراتها السلبية علينا. زي مثلا كتير مننا بقى مدمن للسوشيال ميديا وبقى يقضي ساعات طويلة جدا عليها، وانت بس مجرد بتقلب في صفحات على شاشة الموبايل، وبتضيع منك وقت كتير ممكن كنت تنجز فيه حاجات كتيرة. كمان السوشيال ميديا بقت بتأثر على حالتنا النفسية من كتر ما بنتفرج على أخبار البلاد اللي فيها دمار، وحتى مجرد إنك تسمع قصة عن حد بيحكي عن حاجة شخصية حصلت له لكن مؤثرة، فأنت بتلاقي نفسك من غير ما تقصد اتقلب مودك وتأثرت باللي سمعته. كمان السوشيال ميديا معلهاش كنترول قوي في المحتوى اللي بيظهر من خلالها. انت ممكن وانت قاعد بتدور على معلومة معينة او بتتفرج على محتوى كويس، بمجرد انك تقلب الصفحة انت فعلا ما بتبقاش عارف ايه اللي هيظهر، يا ترى محتوى كويس ولا محتوى غير اخلاقي. وممكن المحتوى اللي يظهر لك انت تتكسف انه ظهر لك، خصوصا لو ابنك او بنتك قاعد بيتفرج معاك على الموبايل. كمان السوشيال ميديا خلت علاقاتنا الاجتماعية شبه جافة. الناس بقت بتختصر المعايدة والمجاملات بمجرد إنها تبعت رسالة وخلاص. بقت كل حاجة بتتعمل من غير روح. كمان ممكن عن طريق السوشيال ميديا تتسرق معلوماتك الشخصية بسبب دخولك على مواقع بتطلب منك معلومات عنك. فلازم نبقى حذرين جدا وواعيين واحنا بنستخدم السوشيال ميديا. لازم نستخدمها بحدود وبحذر شديد جدا، وما نوصلش نفسنا لإدمان السوشيال ميديا. لازم احنا اللي نتحكم فيها ونستخدمها بالشكل اللي ينفعنا مش اللي يضرنا. ولازم وضروري جدا ناخد بالنا من أولادنا وهم على السوشيال ميديا بيتفرجوا على ايه، لأن ده كمان بيأثر على سلوكهم وتصرفاتهم. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في حلقة جديدة وموضوع جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. كانت معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح، كل يوم خميس على قناة نيكست ويف، وأشوفكم على خير.